عسلامة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. بنتنا اليوم باش نعملو باجيت فارسي بعجينة سهلة تصلح لكل الحاجات. ريسيت سهلة بسيطة، تابعوني إن شاء الله تجربوها وتنجحوا. بالنسبة للعجينة باش نستحق لهنا عندي فرينة 500 غرام، باش نستحق 200 مليلتر حليب دافي اللي هو كاس، باش نستحق عظيمة، وباش نستحق نص كاس زيت نباتي والا زبدة، والا تنجموا تخلطوا بين زيت وزبدة لكم الاختيار. 200 مليلتر حليب دافي و 100 مليلتر متاع الزيت النباتي. وبطبيعة الحال من بعد كان باش نستحقوا باش نزيدوا الى حليب. باش نحط المكونات متاعي على الفرينه اللي هي زيت عظيمه، وباش نحط زاد خميره الخبز اللي هي مغرفه نتاع قهوه. ما نحطوش برشا خاطر ماهناش باش نعملوا معناها خبز، باش نعملوا باجيت جوست معناها باش نهشوا بها العجينه هشاشه. وباش نزيد زاد مغرفه نتاع قهوه، خميره الحلويات اللي باش تلعب لهنا دور المحسن. اذا كان عندكم حليب بالغبره تنجموا تحطوا مغرفه كبيره نتاع حليب الغبره. اذا مش متوفر بالنسبه للعجينه، خميره الحلويات مع الحليب راهي توفي بالغرض. بطبيعه الحال الملح. ولهنا اذا كنت تحبوا تفوحوا الباط نتاعكم تنجموا تحطوا لها شويه كليل وزعتر مهروش، تنجموا تخلوها كيما انا خليتها هنا عاديه. توا باش نحط الحليب الدافي ونبدا نعجن فيها بشويه بشويه حتى لين تتلم معايا العجينه ونتحصل على عجينه تكون طريه. هذه القوام تاع العجينه نتاعنا باش نخلوها ترتاح سويعه سويعه غير ربع، ما اكثرش من ساعه خاطر ما فيهاش برشا خميره، ما هيش باش تخمر برشا، جوست ترتاح باش تعطينا الطوعه في الخدمه. خلوها ترتاح ومن بعد نرجعوا باش نكملوا الروسيت نتاعنا ان شاء الله. بالنسبة للحشو عندي لهنا دجاج طيبته مع بصيلة زبدة كركم ملح وفلفل كحل، وعندي صوص طوماط والا هريسة ولا اي نوع تاع صوص واحدة اخرى، زيتون فخوماج وعظم طايب. نجموا تحطوا تزيدوا تنقصوا على كيف كيفكم، معناها اللي تحبوا انتم تزيدوه تحبوا تنقصوا تحطوا شنو تحبوا فيه. العجينه متاعنا ارتاحت تقريبا سويعه سويعه ونص ماكسيموم، خاطر هي كيما قلت لكم ما تستحقش باش تخمر. باش نقسمها على زوز باش نعملوا بها زوز باجيت كبار، تنجموا تعملوا 4 صغار كيما تحبوا معناها. ونبدو نحضروا الباجيت متاعنا والفور يسخن على 200 درجه. بعد ما حلينا العجينه متاعنا توا باش نبدو نحطوا فيها الحشو. كيما العاده معناها تحطوا الحشو متاعكم كيما قلت لكم، تحطوا شنو تحبوا تزيدوا تنقصوا على كيف كيفكم. نحطوا الحشوه، نحطوا عليها الفخماج ونسكروها، ومن بعد باش ندخلوها لهنا حاجة مهمة لازم نقولها لكم، بعد ما تشكلوها تخلوها على الأقل دريجين ربيع ساعة تعاود ترتاح مرة أخرى. ومن بعد باش نحطوها في طبق الفور كيما شفتوا لهنا، باش نعملوا لها ضربات بالسكينة باش ما تتنفخش برشا من داخل. ومن بعد باش نحطوا عليها فخوماج وزيتون، تحطوا شنو تحبوا تخلوها كيكه كيما تحبوا تدهنوها بصفر العظم وتحطوا وترشوا عليها سينوج والحاجات الاخرين حصلوا على كيفكم. مهم انتم تاخذوا الباز والباقي تتفنوا فيه على كيفكم. نحط عليها الفخوماج وندخلها للفور. ان شاء الله تجربوها ترجعوا لي في لي كومنتير. ما تنساوش لي لايك والاشتراك في القناه اذا كان اول مره تدخلوا قناتي. شهيه طيبه للناس الكل وبسلامه.